بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل فراخ الكنتاكي على اصولها، وهنعمل معاها ان شاء الله الرز الريزو، وهنعمل معاها الكول سلو بإذن الله. طبعا الفراخ الكنتاكي يعني طبعا هي أكلة محببة قوي للأطفال والكبار. وهي أكلة يعني جميلة قوي قوي طبعا، وكل الأطفال بتحبها قوي دايما وبيخرجوا عشان ياكلوا الأكلة دي. فقلت بقى النهاردة بإذن الله أعملها لهم، وعملت لهم معاها صوص ايه، واوفرهم بقى يعني بدل ما يخرجوا يعني وكده، فاعملها لهم بقى في البيت، وان شاء الله تطلع جميله قوي، وهتطلع اجمل كمان ان شاء الله من اللي بنشتريها من بره باذن الله. تعالوا معايا ان شاء الله نشوف هنعملها ازاي. الاول احنا جبنا فرخه. الفرخه في حدود مش اكتر من كيلو ونص، يعني في حدود كيلو ونص. لو اقل من كده ماشي، لكن اكتر لا، ما يفضلش انها تكون اكتر يعني. وبقطعها يعني الورك بقطعه اتنين، الورك بقطعه اتنين، والصدر برضو وبعدين بقى بناخدها، يعني طبعا بتكوني نقعها في محلول النقع، اللي هو ميه وملح وليمون وخل وورق لورا، وتسيبيها طبعا بقى منقوعه فتره طويله لما تنزل الدم اللي فيها. وبعدين ديت انا بعد ما نقعتها وحطيتها في ميه وملح وليمون وخل وبعدين بقى وشويه سكر، وبعدين بقى اما اتنقعت كويس قوي صفيتها من الميه كويس وجبتها. طبعا تبقى ريحتها بقى طبعا جميله قوي، وبتبقى منزله كل الدم في قلب الميه ديت. وقمت بقى ايه بتنشفيها كويس من الميه، وتبداي بقى تقطعيها. كل ما الفرخه بتكون صغيره بيكون طبعا افضل، لان هي مش لا تتسلق ولا اي حاجه، هي تتحمر على طول، فبالتالي المفروض ان هي تكون الفرخه صغيره زي ما انتم شايفين كده. قطعت الورك اتنين، وقطعت الصدر على تلاتة، يبقى قطعت الورك اتنين يبقى الوركين ادي اربعة، وقطعت الصدر على تلاتة، والصدر على تلاتة. وطبعا الصدر صغير مش كبير بقى زي الفرخه الكبيره يعني. ولما بتكون صغيره بقى ما بتبقاش مفتله، وبتستوى بسرعه، وبقى طعمها جميل ولذيذ. اما بقى الفراخ الكبيره بقى ديت لما بتكون بقى ايه، هتسلقيها او هتشويها او هتعملها في الفرن او هتعملها مع صينيه بطاطس، فما فيش منها اي مشكله. اما ديت طبعا عشان هي بتتقلى في الزيت على طول، فلازم تكون الفرخه صغيره، تطلع معاكي جميله جدا، ومش هتبقى مفتله ولا اي حاجه خالص، وهتبقى حلو. يبقى احنا كده خلاص نقعناها وصفناها من الميه، ونبدا بقى يعني ننشفها كده بمناديل ونظبطها، وخلاص احنا كده قطعناها اهيت وبقت جاهزه. خلاص كده شايفين الفرخه يعني طبعا بقى دلوقتي هبدا انشفها بمناديل على اساس ما تخليش فيها ميه، بيكون طبعا دوت افضل كتير. بتبقى ناشفه وجميله. وبعدين بقى هنبدا دلوقتي نعمل بقى لها الكفر. الدقيق احنا هنجيب في حدود كيلو دقيق، كيلو دقيق عليه كوبايه نشا، يعني انا جبت كيلو دقيق، هو اتبقى شويه دقيق صحيح، بس اما يكون بزياده احسن، على اساس ان انا ما ارجعش احتاج. يبقى الكيلو دقيق دلوقتي انا حطيت عليه في حدود كوبايه كبيره نشا، وباكو بيكنج باودر. يبقى كيلو دقيق عليه كوبايه نشا وباكو بيكنج باودر، وديت معلقه بصل باودر ومعلقه توم باودر، معلقه بصل باودر ومعلقه توم باودر، لان انا حاطه البصل باودر والثوم باودر مع الاثنين في برطمان واحد، ومعلقه بابريكا ومعلقه بابريكا، وديت معلقه جنزبيل ومعلقه جنزبيل. طبعا اي حاجه فيها فراخ بتحطي جنزبيل، لان الجنزبيل ما بيخليش لها اي ريحه. ودي معلقه كاري، يبقى معلقه توم باودر وبصل باودر ومعلقه بابريكا ومعلقه جنزبيل ومعلقه كاري ومعلقه بهارات فراخ، المعلقه الاخيره دي بهارات فراخ. وطبعا بقى مادام في كنتاكي يبقى في مكعب مرق، مكعب مرق، لان كنتاكي بيحتاج المكعب مرق بكميه كبيره يعني. يا اما تجيبي مرقه دجاج فوريه اللي تبقى بودره دي، او تجيبي المكعب المرق ده وتبداي ان انت يعني تهريه بقى خالص كده، تخليه زي البودره ده او ده. طبعا ده لان مكعب المرق مع الكنتاكي بيخليها طبعا ايه جميله جدا، وبيديلها ريحه وبيديلها طعم جميل جدا. دلوقتي بقى
احنا ايه حطينا المكعب المرق، هرناه وحطيناه مع التوابل ومع البيكنج باودر ومع النشا ومع الدقيق. ده اللي هي الدقيق او الكفر اللي هنعمله للفراخ. هناخد منه جزء، والجزء التاني هنخليه عشان نحط فيه الفراخ. يبقى جزء هنحطه ونتبل فيه الفراخ، وجزء التاني هنخليه يبقى كفر ليه، يعني يبقى كفر. ودلوقتي لسه هنحطناش الملح والفلفل، هنحط بقى ملح وفلفل على اساس طبعا هو مكعب المرق بيبقى فيه ملح، فما تكتريش ملح كتير بقى لان مكعب المرق بيبقى فيه ملح. حطينا دلوقتي معلقه ملح وفلفل اسود. خلاص كده احنا كده ايه هناخد التلتين للكفر، والتلت هنحط فيه الفراخ. وطبعا البيكنج باودر لقيته قليل فزودت عليه كمان نص باكو بيكنج باودر. وهنجيب دلوقتي بقى بيضتين دوت بقى ايه اللي هنحط فيه الفراخ. المحلول اللي هنحط فيه الفراخ اللي هو السايل بقى، مش ميه، لا دي محلول تاني هنحط فيه الفراخ كده. حطينا بيضتين، كوبايه زبادي. كوبايه زبادي مش كبيره قوي، الكوبايه اللي هي الصغيره، مش الكوبايه اللي هي 105 دي او 110، لا دي الكوبايه الصغيره. يبقى البيضتين وكوبايه زبادي. وهناخد تلت الدقيق اللي احنا عملناه، تلت الدقيق. طبعا هنضربهم كويس قوي مع بعض، البيض مع الزبادي. ممكن تعملها في الخلاط او في الكبه، بس هي مش مستاهله يعني. وهننزل عليها بكوبايه ميه بصل، ديت ميه بصل. ميه البصل عليها ملح وسكر وخل، وبعدين بصفيها وبحطها بقى في التتبيله. ودي معلقه هريسه شطه. يبقى ميه البصل بجيب بصلايه وبحط عليها ميه وبضربها في الخلاط وبحط عليها ملح وسكر وخل، وبعدين اصفيها واخد ميه البصل عشان مبقاش فيها اي تفل ولا اي حاجه. ونزلت بمعلقه هريسه شطه. هننزل بقى بتلت كميه الدقيق اللي احنا حاطينها. الدقيق متبخر وعليه التوابل وعليه مكعب مرق وعليه كل حاجه خالص، مفيش اي مشكله بقى. هننزل بيه ونقلبه مع بعض. بتخلي العجينه سايله، عامله زي عجينه الكريب، يعني مش زي عجينه الكيكه كده تقيله، لا عجينه الكريب عجينه يعني خفيفه مش تقيله، احناش عايزينها تقيله قوي. يبقى دي عجينه ايه اللي هنحطها على الفراخ. دي هنحطها بقى على الفراخ. طبعا الفراخ زي ما انتم عارفين احنا حاطينها في محلول النقع. وبعدين هننزل عليها بالتتبيله اللي انا عملتها ديت او بالخليط ده، وبنسيبها بقى شويه يعني. وبعدين بنبدا بقى ناخدها ونحطها في الدقيق. دلوقتي هوريكم، بس هنسيبها شويه قيمه ساعه كده ولا حاجه في قلب يعني الخليط ده هنسيبها فيه كده ساعه ولا حاجه. دلوقتي بقى عما نسيبها تشرب شويه من الخليط هنعمل الرز الريزو. دلوقتي احنا جبنا بصلايه صغيره كده متوسطه، وننزل عليها بالتوابل زي ما انتم شايفين، ملح وفلفل وبصل باودر وتوم باودر وبابريكا وجنزبيل وكاري وكركم واتنين مكعب مرق. يبقى ديت البهارات اللي نزلنا بيها للرز الريزو، وديت البصله اللي احنا عملناها. وهنقلب بقى البهارات كويس مع البصله على اساس ان الريحه تطلع، والمكعب المرق برضو يسيح في قلب البصل. وبعدين هننزل بالرز. طبعا بتكون انت حاطه الميه تغلي، ما تحطيش الميه يعني من الحنفيه، لا تكون الميه مغليه. اولا هتسرع في عمليه السوى، ثانيا عشان الرز ما يبشننش منك، يعني ايه الحبايه تبقى حلوه كده يعني. دلوقتي هنقلب كويس وهننزل بفنجان كاتشب، وننزل عليه بفنجان كاتشب. انتوا عارفين طبعا ان الرز الريزو بيبقى طبعا فيه صوصات. وهننزل كمان بمعلقتين كبار صوص الباربيكيو. يبقى فنجان كاتشب ومعلقتين كبار صوص الباربيكيو ومعلقه عسل اسود. العسل الاسود طبعا ما بيديهاش لا تسكير ولا بيديلها اي حاجه خالص، هو يعني ايه كلون، وفي نفس الوقت برضو بيديلها طعم حلو، بس مش بيغير في طعمه في اي حاجه خالص. والكاتشب كان قليل فجبت كمان احط كمان معلقه كاتشب، لان انا حسيت ان الكاتشب قليل. وهنقلبه بقى مع بعضه كويس قوي عما الرز كده يسخن ويشرب من التوابل ومن السمنه. نقلبه كويس.
صدقوني دي اجمل رز ريزو هتعملوه والله. ودي الميه المغليه، الميه طبعا انا معيراها قد الرز، حاطه كوبايتين رز عليهم كوبايتين ميه وحطيتهم يغلوا جنبي عما اعمل الرز واظبطه، يعني على اساس تبقى الميه مغليه يستوي معايا بسرعه. طبعا احنا دلوقتي لسه ايه اللي ناقص، هنحط شويه ملح، مش هنكتر ملح برضو لان فيه مكعب مرق، احنا حاطين 2 مكعب مرق. دلوقتي بقى هنجيب الطاسه وهنجيب الزيت، وهنحاول طبعا الزيت يكون كتير لان الكنتاكي بيحتاج ان الزيت يكون مغطي الفراخ على اساس ان هي تستوي كويس وتاخد راحتها، يبقى الزيت يكون كتير. دلوقتي بقى هنروح ناخد الفراخ من التتبيله او الخلطه اللي احنا عملناها اللي هي العجينه ديت. العجينه زي ما قلت لكم تكون زي عجينه الكريب، يعني لا هي خفيفه ولا هي تقيله، عجينه كويسه ما تبقاش تقيله ولا خفيفه، على اساس برضو لما تكون تقيله هيبقى الفراخ معجنه، هتبقى معجنه تشرب بقى دقيق كتير وتبقى معجنه، لا احنا عايزينها مش عايزينها كده. والفراخ طبعا بنعملها بقى ايه، بنحاول ننفضها كده على اساس ان هي تعمل تعريجات، تبقى معرجه كده شكل ايه اللي هي كنتاكي. دلوقتي هنعملها بقى، بنطلعها منها بنحطها في قلب الدقيق، وبعدين بناخدها الزيت يكون اتقدح كويس. طبعا انا ما خدتش بالي ان يعني من الكاميرا، وحسيت ان ايدي باينه فرحت جاري ايه لبست عبايه بكم على اساس ان اداري طبعا ايدي لان طبعا حرام. فما خدتش بالي، معلش والله اعذروني يعني. وبعدين دلوقتي بقى احنا حطيناه في الدقيقه اهو، بنحاول ان هو نخليه يعمل تعريجات كده. وبعدين طبعا الزيت بيكون يسخن جنبك، وبعد ما بيسخن بتهدي النار على على متوسطه، درجه حراره متوسطه، ما يكونش ان هو عاليه ما تكونش واطيه، على اساس او هاديه. ليه؟ لان لما تكون عاليه هيحمر بسرعه ومش هيستوي، وما تكون هاديه برضو بيعجن بقى، بتعجن منه. دلوقتي الزيت اتقدح، بنبدا ننزل بقى بالفراخ. والنار بعد ما كانت عاليه بقى بنخليها للنص، بنخليها درجه حراره متوسطه، وتحطي في حدود 5 قطع كده، ما تحاوليش ان انت تزحمي الطاسه قوي، يعني تبقى ايه يعني واخده راحتها كده. والافضل انا غطيتها بغطا، بس الافضل ما تغطيهاش الغطا، انا حسيت ان هو مش افضل، الافضل انك تخليها كده ايه واخده راحتها، هي برضو بتستوي وبتاخد راحتها وكل حاجه، وما تغطيهاش، نصيحه ما تغطيهاش. انا لما غطيتها بعد كده الدور اللي حطيته بعدها من غير ما اغطيه كان افضل من اني غطيته، وما في يعني في كلا الاحوال كانوا الاتنين مقرمشين، بس الافضل انك ما تغطيهاش، يعني تخليها بقى كده على درجه حراره متوسطه، بتسيبيها في حدود ربع ساعه بتستوي جدا. وهتشوفيها دلوقتي وانا هفتحها لك، اللحمه ابيض من جوه خالص، ما فيش فيها اي مشكله، متبله وطعمها جميل وريحتها جميله، وبعدين ذهبي من بره ومن جوه مقرمشه خالص وجميله. ودلوقتي هوريها لكم. طبعا بقى ما تنسوناش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس، وتكتبوا لي في التعليقات ايه رايكم في الوصفه الجميله ديت، واكتبوا لي بتتابعوني من اي بلد. دلوقتي احنا خرجناها اهي، بتخرجيها على طبق او على مصفى، طبعا ما بتحطهاش على مناديل ولا حاجه عشان ما تتطراش، انت بتخرجيها على طبق او على مصفى. فانا خرجتها على الطبق وهي فضلت مقرمشه وجميله جدا. وكان والله عندنا كمان البنات اصحاب بناتي شكروا فيها جدا وقالوا ان هي جميله جدا جدا والله، احلى زي بتاعه المطاعم واحسن كمان. اهيت احنا دلوقتي بعد ما خلصنا زي ما انتم شايفينها شكلها جميل، اللون حلو خالص، وعملت الكول سلو، انا كنت عاملاه مره قبل كده وارجع اعمله لكم تاني بس على اساس ان الفيديو ما يبقاش طويل يعني. وعملت الصوص الرز الريزو انتوا شفتوه. الصوص بقى جبت عباره عن معلقتين كاتشب، معلقتين مايونيز، معلقتين مستردة، معلقتين عسل اسود، ومعلقه هريسه شطه، وقلبتهم مع بعض كويس. هو ده الصوص، وكان طعمه جميل جدا وتحفه، زي من جوه من بره مقرمشه ومن جوه بيضه ومستويه، وطعمها جميل خالص وجوسي كده وجميله. والرز بقى طلع جميل خالص والله، وبألف هنا وشفا، ومع ألف 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 سلام.